أسبوع مصر الحضاري، الحضارة في مصر، مصر تتحدث عن نفسها. تعالوا معانا. حبايبي خليكم معايا. فقرة تعرفية زي ما سلمى قالت عليها، هنعمل سبيد نتوركينج او يعني حتت بعيدة بقى في الصعيد وحاجات بعيدة خالص، الأماكن دي ما عندهمش سقف، ما عندهمش مية، بيعملوا الحاجات دي، فده يعني Coalition as platform to transformative urban change and the UN's largest space for engaging with stakeholders. The forum has been hosted across 5 continents since its first session in Nairobi in 2002, bringing together more than 100,000 participants over decades to the climate crisis as well as conflict. Inadequate housing leaves millions exposed to climate hazard. The upcoming 13th session of the World Economic Forum, Move 13, will take place from 17 to 22 May 2026 in Baku. نبتدي بالكلمات الافتتاحية. أنا بس حابة أنوه إن في ترجمة. There is في نجاحات الدولة في الفترة الحالية إلى أن نصل لهدف معين في 2030، وبنبص كمان على 2050 ومحطات التحلية إزاي صباح الخير جميعا. أولا سعيد بوجودي مع حضراتكم في أسبوع مصر الحضري. طبعا يعني اولا تحيه شكر وتقدير لبرنامج القاعه، وبنستدعي ذكريات منتدى الحضر العالمي اللي عقد في القاهره 2024، وقد ايه نجاح هذا المؤتمر و35,000 مشارك، ويعقد هذا المؤتمر في مدينه وزاره النقل والطاقه النظيفه زي المونوريل والقطار الكهربائي. عائد ليا اثق منه على خطتي، وازاي احط خطتي مبنيه على ان انا عندي مشروعات محتاجه فلوس ودعم مادي، ومشروعات اخرى بتحقق المشروعات الحاليه اللي انا بعملها وهي اصلا تحديات احولها لفرصه تبني لي مستقبل على سنوات جايه. كل 5 سنين اقول ده انا هتحول خطه بعد كده 5 سنين جايه يبقى انا عائدي هيكون كذا، هيصرف على الحاجه الفلانيه، وارسم لها خطه ليا على مدى سنوات خمسيه كلها تبقى لغايه ما نوصل لي اللي هي الزيرو بقى بتاع ان خلاص الصندوق قام بمهمته بعد كام سنه الله اعلم. بس كلها مثلا قلنا من 2016 ل 2021 خلصنا على غير آمن، من 2021 ل 2026 الخطه اللي شغالين عليها دلوقتي اللي هي تحول الصندوق لصندوق تنميه حضريه. من 25 30 ما زلنا تنميه حضريه في نفس الخطه اللي احنا حطيناها كانت زمان بتوعنا، بس في تطبيق 2030. من 2018 هندرس ماذا بعد 2030 هيبقى عندنا 20 وطلع صندوق تنميه حضريه سنه 21 واعلناه ان شاء الله برضه هيبقى. احنا هنا في المنتدى الحضري العالمي اللي بيحضر، اللي هو كل سنتين بيبقى موجود في البلاد. فهو السنه اللي قبل اللي فاتت كان هنا في القاهره هنا في مصر، ودلوقتي هو مش في مصر بس عاملين المنتدى بتاعه هنا في مصر. وانا فرحانه ان انا شاركت معاكم ومعاهم هنا مجموعه حلوه جميله. التطور الحضاري، التطور الإسكاني في العالم في مصر، عن التنمية في مصر والعالم. هنا بنناقش الموضوعات المهمة، بنناقش متصورات في مصر وفي العالم. المنتدى الحضري العالمي أفضل حلول سكنية معايا اليوم. الزرع، الأماكن الحلوة، لازم تغيري مودك، تغيري النفسية مع المكان اللي بتريح العين.
ايه هو المكان اللي بيريح العين؟ المكان الطبيعه، الخضره، الحاجه الخضراء دي اللي بتريح العين، بتريح النفسيه. اسمعوا كلامي ده وانتوا فعلا 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 هتلاقوا نفسيتكم اتغيرت لما تروحي مكان جنينه او حديقه فيها ازهار، فيها خضره بالظبط لون اخضر، ده بيريح النفسيه وبيريح العين كمان، وبيخلي مودك حلو وكويس. فانت حاولي تروحي للازهار، روحي للجناين، روحي للحاجات الخضراء، بتريح النفسيه فعلا. انا حصل لي ده وفعلا يعني مشيت عليه كذا مره. اروح المكان اللي بيريح دماغي وعينيا وراحه برتاح فيه. فانتوا اعملوا كده يا ولاد، شوفوا المكان هنا جميل جميل جميل، وواحد بيرتاح نفسيا، نفسيته بترتاح مع الخضره والطبيعه والزرع الطبيعي لا يعلى عليه. فخليكم معايا وشوفوا الزرع، وشوف لسه بيتفتح، لسه الزهور يا ولاد، الزهور لسه بتتفتح، لسه بتتفتح. احنا في الربيع. ودي شجرة الموز، يا رب تكبر بقى كده وناكلوا منها موز. ودي جريدة، ما تنسوش الجريد.